تفتكر لو حد قالك ان نصيبك من المية النهاردة غطى ازازة واحد بس، وان اكلك 3 بلحات، وان قدامك دبابات وطيران ومدافع من كل ناحية، هتقدر تصمد كام يوم؟ رجالة نقطة كبريت صمدوا 114 يوم كاملة، 114 يوم بين الجوع والموت والقصف والحصار، لدرجة ان الاسرائيليين نفسهم افتكروا انهم اشباح مش بشر. في حرب اكتوبر 73 وبعد ايام قليلة من العبور العظيم، كان في موقع اسرائيلي شرق قناة السويس اسمه نقطة كبريت، لكن دي ما كانتش نقطة عادية، دي كانت واحدة من اخطر واقوى نقاط خط بارليف في القطاع الجنوبي، ومفتاح مهم للتحكم في تحركات الدبابات والمحاور العسكرية في المنطقة كلها. عشان كده صدر القرار النقطة دي لازم تقع. وهنا ظهر واحد من اعظم ابطال الحرب، العقيد إبراهيم عبد التواب، قائد الكتيبة 603 مشاة. المهمة كانت شبه انتحارية، أسلاك شائكة وألغام ودشم خرسانية ومدفعية ودبابات جاهزة تحرق أي حد يقرب. لكن رجالة الكتيبة اقتحموا الموقع في معركة شرسة جدا، رصاص، قنابل، اشتباكات من مسافات قريبة، وساعات بالسلاح الأبيض، لحد ما سقطت النقطة أخيرا وارتفع علم مصر فوقها. الفرحة كانت كبيرة، بس محدش كان يعرف ان الكابوس الحقيقي لسه هيبدأ. إسرائيل اتجننت، وخسارة نقطة كبريت كان بالنسبة لهم إهانة كبيرة، فصدر القرار الموقع ده لازم يرجع واللي جواه ما يخرجش منه حي. وفجأة الدبابات قفلت الطرق، المدفعية اشتغلت، الطيران بدأ القصف، والموقع اتحاصر من كل الاتجاهات، لا أكل لا مية لا ذخيرة إضافية ولا أي أمل في نجدة قريبة. وبدأ العد التنازلي، 114 يوم حصار. في الأيام الأولى خلصت المية تقريبا، وشمس سينا كانت بتحرق الجلد، والعساكر بيشتغلوا ليل نهار في التحصينات وصد الهجمات. العطش بدأ يتحول لعذاب حقيقي، الريق نشف، الكلام بقى صعب، وفي ناس بدأت تقع من الإعياء. قدامهم كانت قناة السويس، لكن ميتها مالحة ومليانة شوائب وطمي وأثار قصف، شربها مباشرة ممكن يقتلهم. وهنا بدأ الابتكار المصري، العساكر فكوا رادياترات العربيات العسكرية المعطلة، وأخدوا المية اللي جوه الموتور وصفوها بقطع قماش عشان بس يبلوا ريقهم. ولما المية دي خلصت عملوا حاجة أقرب للمعجزة، صنعوا أجهزة تقطير بدائية من الصفيح، يغلوا مية القناة ويجمعوا البخار ويحولوه لنقط مية صالحة للشرب. تخيل، كل نصيب العسكري في اليوم غطى ازازة مية واحد بس، غطى واحد يعيش عليه يوم كامل تحت النار. الإسرائيليين بدأوا حرب نفسية، ركبوا مكبرات صوت وكل شوية ينادوا يا مصري قاداتك سابوك، استسلموا، هنديكم أكل ومية. لكن الرد جه بطريقة خلتهم يخرسوا. العقيد إبراهيم عبد التواب طلع بنفسه وشال قاذف RPG وضرب مكبر الصوت ونسفه، وقال لرجالته الموت هنا أكرم من 1000 موتة برا. بعد العطش جه الجوع، ويمكن كان أصعب، المؤن خلصت بالكامل والمخازن فضيت والبطون بدأت تصرخ. أول حاجة لقوها كانت شوية بلح ناشف، فتم اتخاذ القرار، كل جندي 3 بلحات فقط في اليوم، 3 بلحات بس. العسكري كان يفضل يمص البلحة ساعات طويلة، ولما يخلصها ما يرميش النواة، كانوا بيطحنوا نوى البلح بين الحجارة لحد ما يبقى بودرة، ويخلطوه بشوية مية ويبلعوه عشان يخدعوا الجوع. ولما البلح نفسه انتهى بدأت مرحلة المجاعة، أوراق الشجر بقت أكل، الأعشاب الناشفة بقت أكل، أي طائر ينزل قريب من الموقع كان بيتحول لوجبة نجاة. الإسرائيليين كانوا شايفينهم بالمناظير، وشوش سودة من الشمس، أجسام هزيلة أشبه بهياكل عظمية، وكانوا مقتنعين إن المسألة ساعات وينهاروا. لكن كل ما دبابة تقرب كانوا بيطلعوا من الخنادق زي الأسود ويضربوها. القيادة المصرية كانت عارفة المأساة، لكن الحصار كان محكم، فبدأت الطيارات المصرية تعمل مهمات شديدة الخطورة، ترمي شوالات دقيق وأكل من الجو. أحيانا الشوالة دي كانت بتقع وسط الألغام أو تتقطع ويختلط الدقيق بالرمل، وكان الجنود بيزحفوا وسط حقول الألغام بالليل،
يجمعوا الدقيق حبة حبة، وفي منهم اللي استشهد وهو رايح يجيب لقمة عيش لزميله. الشهر الأول عدى، ثم التاني، ثم التالت، والموقع ما سقطش. هنا إسرائيل قررت تنهي كل شيء، هجوم شامل، طيران، مدفعية، صواريخ، دبابات، كأنهم عايزين يمسحوا النقطة من على الخريطة. وسط الجحيم ده كله كان العقيد إبراهيم عبد التواب بيرفض يستخبى، كان بينزل بنفسه للخنادق الأمامية يطمن على الجنود ويوزع الأكل القليل بإيده ويثبت الناس. في يوم 14 يناير سنة 74 كان صايم وخرج يطمن على إحدى نقاط الملاحظة الأمامية، وفي اللحظة دي سقطت قذيفة بالقرب منه مباشرة واستشهد. الخبر وقع على رجالة الكتيبة كالصاعقة، القائد مات، الأب مات، الراجل اللي كان شايلهم فوق كتافه مات. الإسرائيليين توقعوا أن النقطة هتنهار، لكن اللي حصل كان العكس تماما. الرجالة بكت وبعدين أقسمت أن الأرض دي مش هتتساب. تولى القيادة بعده النقيب محمود طه، وكملوا القتال، وكملوا الجوع، وكملوا العطش، وكملوا الصمود. وأخيرا يوم 20 فبراير 74 بعد مفاوضات فض الاشتباك صدر قرار فك الحصار. خرجت الكتيبة 603 من نقطة كبريت بعد 114 يوم كاملة، رافعين علم مصر من غير ما يسلموا الموقع ومن غير ما يسيبوا شبر واحد من الأرض. دي مش مجرد معركة، دي واحدة من أعظم ملاحم الصمود العسكري في التاريخ الحديث. رجال عاشوا على نواة البلح وشربوا غطا ازازة مية في اليوم وتحصروا شهور، لكن لما اتسألوا مين يكسب اختاروا انهم يموتوا واقفين قبل ما يعيشوا راكعين.